بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. بلاء عظيم أصاب بيت النبوة، وهو ما سماه القرآن الكريم بالإفك، بمعنى الكذب، حين رميت السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي السيدة الأولى في البيت النبوي، رميت بفاحشة يمقتها الله تبارك وتعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا خرج في غزوة من غزواته يقرع بين نسائه. في غزوة بني المصطلق كان الحظ للسيدة عائشة رضي الله عنها فخرجت معه، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما، وخرجت السيدة عائشة لتقضي حاجة، ولما رجعت تفقدت عقدها فلم تجده، فرجعت لنفس المكان تبحث عنه. كان الله قد فتح على نبيه، لذلك حمل المعسكر بعد ذلك وقفلوا راجعين إلى المدينة المنورة، ورفعوا هودج السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يحسوا بأنها غير موجودة فيه، لأنها كانت قليلة الوزن، وأخذتها غفوة نعاس حتى يرجع بعد ذلك أحدهم. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة، أن يكون صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة، فيحس بوجودها ويعرفها، لأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي معه قبل نزول الحجاب. فما كان من أمره رضي الله عنه إلا أنه أعانها على ركوب الراحلة، وهو ينظر إليها على أنها أمه، فزوجات النبي هم أمهات المؤمنين. يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلا يجد زوجته، لتدخل بعد ذلك مع صفوان ابن المعطل. كان من الممكن لسلامة صدور المسلمين أن يمر الأمر كأن لم يكن، لكن بوجود عنصر المنافقين في المدينة بدأوا يتكلمون لماذا تأخرت وماذا كانت تفعل مع صفوان، وبدأ الكلام يشيع في المدينة، وبدأ الناس يتحدثون ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما سمعت رضي الله عنها بهذا زاد مرضها، وانتقلت بعد أن استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أمها أم رمان، وبقيت هناك في حزن شديد، وقد سلمت أمرها لله تبارك وتعالى. ولكن كان أقسى ما وقع على قلبها رضي الله عنها أن يأتي صلى الله عليه وسلم ويسألها إن كانت قد فعلت. لذلك زاد حزنها الشديد، فهو أعلم الناس بها، فهي لم تفتح عينيها إلا على رسول الله، ولم تحب في حياتها مثل ما أحبت، فهو الزوج وهو النبي وهو كل شيء بالنسبة لها. لذلك فوضت أمرها لله سبحانه وتعالى، وها هنا نزل الوحي لتنقلب المحنة إلى منحة ربانية، لينزل أو تنزل براءتها في القرآن الكريم، وهذا شرف عظيم. صارت بعد ذلك رضي الله عنها تفتخر بين النساء. سألت السيدة زينب بنت جحش السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت لها ماذا قلتِ حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل وقيل فيك ما قيل من حادثة الإفك العظيم؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لها قلت كلمة الإيمان أو كلمة المؤمنين. في بعض الأحيان نصاب بالأذى من الآخرين ونظلم ظلما شديدا. بعض الناس يقول لك أنا لم أقل أي شيء، قلت فقط حسبي الله ونعم الوكيل. أنت إذا قلت على ظالمك حسبي الله ونعم الوكيل لم تترك له شيء، لأن وكلت الأمر إلى الله تبارك وتعالى، والله منتقم جبار سبحانه وتعالى. لذلك كلمة أو شئت أن تقول دعاء أو شئت أن تقول ذكر حسبي الله ونعم الوكيل، معناها أن الله حسب المؤمن وكافيه، وأنه يعني نعم الوكيل بمعنى القائم على شؤون المؤمن من رعاية وحفظ ونصرة ودفع الأذى عنه.
أيها الإخوة الأكارم، استحب علماؤنا أن تقال هذه الكلمة حين الهم وحين المصيبة وحين يحاط بك شرار الناس وتعجز على ردهم، فاستحب أن تقول هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة وإن كانت من رضوان الله تبارك وتعالى فهي تحررنا من عوامل الضعف والعجز وترفع من همتنا، وفي آن واحد هي تلقي في قلوب الظالمين الخوف والرعب من الله تبارك وتعالى. ولكن الذي نريد أن نقف عليه اليوم، متى تقال هذه الكلمة؟ كثير من الناس يحسبن على كل شيء، فالعلماؤنا على أن حسبي الله ونعم الوكيل تقال حين الإنسان يعجز عجزا حقيقيا، حين يستنفد كل الأسباب ولا يستطيع ويغلب فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أحدهم وقد قضي عليه معناه خسر قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال له إن الله لا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فلا يجوز أن يعجز الإنسان، وإنما إذا ظلمك أحد أو من أخذ حقك فعليك أن تتابعه وتطلب حقك وتقاضيه في المحكمة وتستنفد كل الأسباب، فإذا عجزت وغلبك قل حسبي الله تبارك وتعالى، حين ذلك سترى ما يفعله الله سبحانه وتعالى. فهي كلمة ليست بالهينة، وقد وكلت أمرك لله فسترى ما يفعله ربك، ولا تنتظر بعد ذلك هلكة من ظلمك، وإنما أترك الأمر بين يدي الله تبارك وتعالى وانشغل بحالك، فهذا أفضل لك. هذا ما وفقني الله إليه، فإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وما قصدت إلى ذلك، وإن كنت أصبت فمن الله وحده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم